اكتفيت بذاتي وامتلأت بها، تصالحت معها وانعزلت بها. قد يرى البعض انعزالي معها تفردا، وقد يظنه البعض غرورا، وقد يراه البعض انزواء وتوحدا، ولكنني أراه انسجاما بذاتي وتناغما بعالمي. عالم صغير، حيز بإحدى زوايا هذا العالم الكبير، صممته بنفسي واخترت ألوانه وزينت ساحاته بذوقي الفريد. عالما مبهرجا بالسلام، محاط بأناس انتقيت وجودهم باعتناء. عالم مزخرف بالحب ومنقوش بإيقاعات الهدوء وموسيقى الصمت. عالم يغفل عنه من ينشأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكونوا في تم صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي. فلو اول مرة تشوفوا القناة فعلي حالا زر الجرس على الكل، دوسوا سبسكرايب، الاشتراك واللايك والتعليق. يا احلى وارق فراولايه في حياتي. اعمل ايه فيكم؟ بقيتوا ادمان يعني خلاص. يعني انا بشتاق للفيديو اللي انا بصوره واللي انا منتجه واللي انا بتكلم معاكم فيه. النهارده بقى ايه؟ حاسب واوعى وشك، مفيش بعد كده جمال بجد بجد. النهارده ديكور وحاجات تحفه برعايه جاليري بورتو ديكور. اولا كده مبدئيا هنعمل مع بعض عظمه. الفيديو ده اسمه عظمه، يعني مش هيتقال اكتر من كده. مش بس ديكور، لا ده في غسيل مواعين وفي ترتيب منظمات وهنعمل ادراج وهنعمل حاجات كتير جدا. اولا مبدئيا كده صلوا على حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البراويز اللي انتوا شايفينها دي من بورتو ديكور، خلاص، اللي هي المحطوطه على الكنبه، هي زي ما هي كده. طبعا هبه القمر الجميله جزاها الله خير نسقت معايا ديكور وبعتت لي كمان السلسله اللي هي اللون الخشبي الكريمي الغامقه. طبعا انا هستخدم حاجات في المطبخ، فطبعا قمت اخترت الاشكال اللي انا بحبها وحبيت افرجكم على ذوقي وستايلي والحاجات اللي انا بموت فيها وبحبها. الحاجات دي انا اللي مختارها وانا اللي خدتها وظبطتها وطبعتها على حسب الحاجات اللي انا بحبها، ويعني حاجه اسمها بتعبر عني. يعني انا حتى كل سبحان الله كل ما بتفرج عليهم بحس ان يعني انا فيها، يعني انا في كل حاجه. طبعا الازواق تحفه، رقيقه شياكه امريكي قوي، يعني حاجه اجنبي قوي. طبعا هنا كده طبعا صورت كمان لليوتيوب وصورت للصغير والطابلو صغير عندي، وعندي حاجه كبيره. طبعا مش هنسى اسمي ليلى. طبعت حاجات باسمي، طبعت بقى لكل منصه بقى لكل حاجه، فاهمه؟ بحيث لو انا اخترت حاجه مش عارفه ايه نزل ريل نزل معرفش كده يعني. المهم وسبتهم، يعني انا الانستجرام او التيك توك فسبتهم خلاص. لكن كان هدفي الاساسي هو اليوتيوب. طبعا القمر ده اللي هو شكل الجرانيت، وانا تاخدوا بالكم ان انا بختار الالوان فيها خشب او بيجات، فاهمه دماغي، علشان يمشي على الحاجات اللي انا ناويه اعملها ان شاء الله. فكمان اخترت كمان حاجات فيها الوان، ناويه انا اعمل شويه حاجات، فطبعا الطاعمين هيفهموا يعني. فان شاء الله باذنك يا رب الفتره الجايه. عايزه اقول لكم ان انا ناويه اجننكم، يعني حصريا انا داخله كده اجننكم يا جماعه. وبصوا انا بجد والله العظيم والله العظيم ممتنه 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 من هنا للسنه الجايه للناس اللي هم الفراولات اللي معايا، لاسباب كتير. لان بجد في الناس بجد المخلصه معايا مخلصه معايا وصبر عليا سنه. ليه سنه؟ من ساعه ما انا نقلت هنا. طبعا عبان ما فرشت وعبان طبعا عملت لكم ديكورات اللهم بارك والشتاء واليقطين وحاجات تحفه ماشي. بس زي ما فراولتي قالت لي ايه هي دي ليلى اللي احنا نعرفه، فاهمه؟ يعني انا يعني عارفين اللي هو نفسي اهدى او مش اهدى، نفسي يبقى عندي وقت كبير. انا بجد ما عنديش وقت خالص، وعايزه اقعد لكم كده افنن. يعني انا المونتاج نفسه يا بنات انا عايزه اعمله مش عادي كمان. للاسف انا طبعا علشان كنت فتحت القناه، انا فتحت القناتين خلال سنه. لو تركزي انا فاتحه قناتين خلال سنه، ودي حاجه مش بتحصل، دي حاجه اعجاز. فتحت قناتين خلال سنه، قناه منهم اتفعلت خلال 3 شهور، القناه الثانيه بفضل الله خلال 3 شهور. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى في الاول والاخر، ثم الفراولات المخلصات، ثم لذكر اسم ليلى فوزي يتقال ليلى فوزي بس فتحت قناه، فاهمه دماغي؟ اللهم بارك يا رب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الشاهد ان طبعا هم اليوتيوبرز اللي هيبقوا فاهمين يعني ايه فتح قناتين خلال السنه. يعني يا بنات كنت مضطره ان انزل فيديوهات كتير وبسرعه عشان قناه تتفعل، عشان اعمل المتوسط مش عارفه ايه، فكان ضغط لود عليا شديد جدا.
طبعا ليه بشكر فراولات، لان من السنه دي استحملوني ويستحملوا. اذا كان فيديوهات مثلا أنا الحمد لله مفيش فيديو عندي وحش، بس في فيديوهات مش بتاعت ليلى، يعني فيديوهات وخلاص، فاهمه دماغي كده. يعني انا بحب الفيديو اللي اطلعه يبقى حاجه ما حصلتش حاجه كده لوحده كده سبيشال كده. بصي بقى، هنا ساسكت كثيرا. ليه بقى؟ اولا انا ممكن كنت اطبع الحاجات دي كبيره على حجم البرواز، بس انا قصدت ان انا عايزه اظهر الظهر الخشبي ده، يعني انا ظهر الخشب بتاع الطابلو انا عايزاه خلاص. ليه؟ لان انا عامله خشب، هتفهموا في الاخر خالص تفهموا. طيب انا هنا اخترت، طبعا عندي ما شاء الله حاجات كتير، فاخترت بتاعت اليوتيوب ومش عارفه ايه والكلام ده. هنا كده كان عندنا طبعا علبة الزبدة اللي قلبة الدنيا، كل ما ادخل الاقي ب 650 750 450 فيها يا جماعة. فطبعت كلمة باتر هنا بتاعت الزبدة، انا طبعاها. وطبعا ساعتها ما كنتش عندي اللي انا بطبع عنده، انا طبعا ببعت سم اللي هي الستيكر، يعني انت ممكن تكتبي الكلمة وتعمليها ستيكر، فاهماني يا روحي؟ وهفهمكم والله العظيم الفيديوهات اللي بعد كده يا نهار ابيض ضرب نار. اللهم بارك، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. المهم ايه، جيت قلت لا، طب ما انا عندي علبه المناديل دي، طب ايه يعني، هي كانت ب50 جنيه ايام ما انا كنت جايباها من ايكيا، معرفش دلوقتي بقت بكام. خلاص، فجبت الكلمه وحطيت عليها السلوتيب عشان يعني هي دي ورقه، وطبعا الخشب الغطا الخشب، فخلاص بقت علبه زبده تحدى اي حد يفرقها عن الطبيعي. كمان هنا طبعا ثبت الغسيل اللي ب200 جنيه. فايه كنا هنرميه بس كده خلاص يا ماما. ايه ده؟ استنى كده افتكر حاجه، ممكن في حاجه كده. وده سابت لي شويه العاب كده وقالت لي تعالى نلمي ونعملها مع بعض كده. مكه قلت لهمش اللي يعملوا لايك ولا لا، اعمل لايك واشتراك وزر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. اسمعوا كلام بقى كوكي بقى، بس ما شاء الله تحفه ازاي. اللهم بارك اللهم بارك. قبالي الدرع بقى اما نصور ان شاء الله. ماما حلوه وجميله. حبيبتي يا كوكي. لا انا مش هقول لك يا ماما، هقول لك يا لولو. يا لولو يا لولو حبيبي. لولو حبيبتي، انت حبيبتي. اقول لهم بقى ان انا حبيبتي الوحيده وصاحبنا بقى وكده. هو كالعادة القعدة بقى بعد يوم طويل وروتين طويل ومجهود كبير بتاعة اليوم، بتبقى قعدة بقى لطيفة كده حلوة كده مع العيلة. شوف بقى شكل بنات الصبح قمر ازاي بجد، شكلها ما شاء الله. تسلم ايدك يا هبة، على فكرة ده اختيار هبة بحت سبحان الله، طالعة مع كلمة يوتيوب مع قمر ماتش مع بعض، تحفة يا جماعة. قلت لكم هبة ما تجتمع مع ليلى فبيحصل حاجات فظيعة يا جماعة، بيحصل حاجات مبهرة حقيقي يعني. طبعا انا هسيب لكم في اول تعليق مثبت رقم الواتساب بتاع هبه، استاذه هبه، وهسيب لكم اللينك بتاع الجاليري. حاجه كمان حابه انوه عنها، ان قناه الشورتس فيها حاجات قمر قوي طبعا. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في الواقع سابقاكم بفيديوهين 3. طبعا الحاجات بتنزل في الشورتس اول باول يوميا كده، تنزل على طول كل يوم، تمام. حتى لو انا مأنتخه ولو انا مش عايزه انزل حاجه، فطبعا لا، الشورتس بيبقى اساسي، يعني هتلاقوني هناك متواجد، لان الشورتس قليل بسيط، ما بتحسيش فيه غلبه كتير بقى وتقعدي اسمها ايه تمنتجي. بنات بجد مش هيفهم الموضوع ده غير اللي بيمنتج. المونتاج يا بنات مش سهل خالص. يعني عايزه اقول لكم بجد، اللهم لك الحمد، انا بحمد ربنا والله العظيم، ومبسوطه بكميه الضغط اللي انا فيها في الشغل، في العمل، في التصوير، في المونتاج، انها مشغوله بتحقيق حاجه انا بحبها، مشغوله جدا يعني، لدرجه ان انا يعني يا دوبك مهامي كده بحاول اوصلها كامله كده، يعني على قد ما اقدر احاول ما اقصرش في حاجه. طبعا بقيه المعجنات انا حطيتها بقى في الحاجات الخشبيه خلاص، والحاجات بتتقفل وتبقى طريه على فكره وزي الفل. هنا بس ثبت الخصله، لو تلاحظي ان انا حطيت كمان تحتها المشمع او الكيسه عشان ما يدخلهاش هوا، ما ينشفليش المعجنات. ده كده تاني يوم. انا قلت لكم انا عندي ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندي فيديوهات كتير سابقاكم بكذا فيديو. ده كده تاني يوم. طبعا كده كان خلاص فطرنا الدنيا تمام. هنظبط بقى عشان عندي شغل في المطبخ. ان الفتره دي باذنك يا رب هتنبسطوا جدا والله العظيم. مطبخ الحاجات اللي انتوا بتحبوها او احنا كستات كلها بنحبها.
هرجع بس السفرة كده بعد خلاص ما احنا اشتغلنا ايه لسه بدري على بال ما بعد ما احنا فطرنا يعني. هو انا بقعد اضحك على نفسي يعني، ما بحبش حد يسف عليا، انا بضحك على نفسي يا جماعه. طبعا قلنا ان الحاجات الصبار دي ب100 جنيه كانت عرض عند هبه في بورتو ديكور. كمان الشمع بتاع الشمعدان يا بنات ده كان يا هبه اللهم ذكرني 40 جنيه تقريبا، مش عارفه يا 40 يا 50 مش فاكره، لا 50 لان يا بنات ده المدور، ده الملفوف جاي حلزوني، لكن الساده اللي هو كده ساده خالص ب40 عند هبه. والحقوا العروض دي، واللي يروح يقول لهم العرض من عند ليلى، عشان لو العرض خلص لما بتقولوا لهبه العرض احنا جايين من عند ليلى بتمشيهولكوا، رغم ان هي تكون خلصت، فاهمه، تكون خلصت العرض اصلا. فهبه دي اصلا حته سكريه يعني. بصوا بقى انا جيت هنا حطيت هنا طبعا الطابلو، الجزئيه دي انا بحبها قوي يعني، ما اعرفش حبيتها اكتر حاجه في المطبخ يعني. وهنا بقى بصوا الالوان يا بنات، انا اخترت ارق حاجه وهدف. هنا الاخضر او اللون اللي هو كده عشان فيه زرع كده، بس ماتش لونين مع بعض مش هكتر. طبعا اللهم بارك الالوان الوايت الفاتحه تحفه. هنا كده هبدا بقى اعمل قهوتي عشان يعني ايه استعد لليوم. عايزه اقول لكم ان شغاله شغل بنات، اللي ياخد باله او متابع الفيديوهات كله ضرب 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 ضرب، مفيش شتيمه بجد والله يعني. امبارح عشان في حاجات كمان لسه ما ظهرت لكوش يعني، انا في شغل جامد جاي يعني. ده في يوم قعدت اغسل مواعين، وحد مثلا يقول لي طب ما حطيتيش في الدشواشر ليه؟ لان دي حاجات انا عايزه اغسلها بقى على ايدي، اللي هي المنظمات الازاز والحاجات الخشب، الغطا بتاع المنظمات الاكليريك، لا مش حابه ان انا بهدلها في الغساله. فبجد يا بنات في يوم فضلت وهوريكم المواعين وهوريكم كل حاجه، بس مش في الفيديو ده فاكرين امبارح؟ لا ده كانت حاجه رهيبه، كل ما اتكلم اقول بس مش في الفيديو ده. احبكم كده تعيشوا معايا لحظه بلحظه. طبعا المج الدبل جلاس احنا عملنا له اعاده تدوير، دخلنا فيه البيبي فلاور اللي لونه البيج القمر ده، لانه هو كان باظ مني، واحنا قلنا الحكايه دي خلاص. على فكره عايزه اقول لكم الحق ده انا نسيت، بنات الفتره الجايه في اعاده تدوير كتير جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم حاجات من عندنا من البيت، وحاجات هتنبهروا حاجات بتتباع غاليه بره، وفضل الله ربنا الهمني ان انا تجيني افكار من دي. فركزوا معايا الفتره الجايه ان شاء الله باذنك يا رب، جدا هتتبسطوا تاني. هنا بدات بقى فقره الغداء، قلنا بقى ايه ندلع فراولاتي بقى، نتدلع كلنا مع بعض. حضرت كده الطاجن اللي انا هحط عليه اللي هي طاجن البطاطس بالوايت صوص. هنا طبعا بتاعت الزبده انا بطلع حته صغيره في الصغيره، شايفه الصغيره البوله الصغيره دي، انا بطلع حته فيها. طبعا تلاجتنا زي الفل عملناها مع بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله، فتحفه تحفه تحفه. بصوا بنات عشاق الحاجه اللي هي يعني طعمها شيك وطعمها شبه المطاعم هتعجبهم الطريقه دي. عندي هنا انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه تمام، ملح وفلفل، عندي فصوص ثوم، عندي قطعه الزبده، وعندي لبن مغلي سابقه غلي، او لو انت جاهز مفيش مشكله، وعندي قطع البطاطس معموله طرنشات زي بعضها خلاص. الصلصه دي انا عشان هعمل فاصوليا يعني، انا هعمل هنا حاجه اللي بيحب الوايت صوص وحد اللي بيحب الريد صوص يعني، اللي هو فاصوليا حد حابب يعني كده فاهمه، عشان بس ما افرضش عليهم حاجه، بس كلهم بيحبوها الفاتحه، بس برضو لو حد ليه مزاج فاهمه دماغي كده يعني. حطيت هنا على اللحمه المفرومه معلقه صغيره ملح، معلقتين فلفل صغيره، لا شايفه اصلا المعلقه صغيره يا بنات. بالنسبه لي هنا انا كان ممكن اجيبها كفته جاهزه، بس ما بحبها في البيت برضو افضل يعني، بحب طعم اللي في البيت بالملح والفلفل كده ساعات يعني. هحط كده هنا القطع بتاعه البطاطس. بعد كده اسمها ايه، هقعد امسك اللحمه كده اعجنها كده بايدي، صح اسمها كده ولا ايه اضربها كده اديها كام بوكس كده، لا بجد يعني اقعد اخد ودي معاها كده، وهبدا بعد كده اعملها كور واحطها ارصها في الطاجن بتاعنا شكل دوايل لغايه لما تخلص كميه اللحمه بتاعتي كلها.
لو تاخدوا بالكم ان انا حطيت قطعه توم مره على البطاطس ومره على اللحمه كده. خلاص. طبعا احنا هنا بنحط اللبن بقى بنوزعه. انا ما بخليهاش يعني مغطيه او يدوبك يعني يجي نص كده الكفته، ما يبقاش عالي قوي، لان احنا عارفين ان اللبن بيفور، خلي بالك. وحطيه على الفرن على نار هاديه. حلو ده. مش قادره اقول لك الريحه بتبقى عامله ازاي. انا عايزه اقول لك ان الصوص اللي بيبقى نازل منها اللي هو بقى بيبقى اللبن، وبيبقى مثلا بعض الميه اللي بتنزل من مثلا اسمها ايه الكفته اللحمه، مش قادره اقول لك بتبقى طعمها عامله ازاي، اللي هي تحسيها لحمه كريمي اللي بتتباع في المطاعم. مش قادره اوصف لك. يا سلام بقى دي لو عامله لها مكرونه وايت صوص برده ودي جنبها، يا نهار ابيض تحفه. حطيت طبعا قطعه الزبده كده، حطيت الفلفل والملح عشان اللبن نفسه ما فيهوش حاجه. خلاص. هبدأ كده. طبعا انا مسخنه الفرن قبل كده، يعني انا مسخنه الفرن سابقا يعني، فعشان كده هتلاقيني بحط الطاجن بالراحه قوي لانه هو سخن، الفرن سخن عليا، فكنت بعمل بالراحه خالص. يعني انا بعمله بسخنه عشان انجز، يعني كنت مستعجله عايزه اخلص الغداء، فكنت عايزه انجز، فاهماني. هبدأ كده بقى معاكم. هعمل الفاصوليا. انا بالنسبه لي في الخضار بتاعي اللي هو اللي بالوايت اللي بالريد صوص اللي بالصلصه او بالطماطم، يعني اقصد مش صلصه، انا بحب الطماطم. بحب له الثوم. نادرا انا بحب البصل، بس بحب الثوم اكتر. يعني بحب الثوم مع الكوسه مع الفاصوليا الخضراء، بحبهم قوي، بس بكتفي بيه يعني، ما بحطش كمان بصل. يعني مش عارف، بحس ان في كده لينك بيني وبين الثوم عن البصل بحبه في المرتة، في الحاجات اللي فيها فلفل وملح كده. يعني حطيت شويه ملح صغيرين. على فكره عايزه اقول لكم اللي ياخد باله ان انا في الملح ملحي خفيف جدا، اصلا ملح خفيف جدا جدا، يعني فوق ما انت تتخيلوا، وده انا حاجه بحبها. يعني الملح التقيل بيقفلني، يعني بيخليني اجزع من الاكل. خلاص كده. هنا هبدأ بقى عشان هعمل الرز بالشعرية. بحس ان الرز بالشعرية بيتنقل نقلة تانية، يعني بينقل الرز نقلة تانية يعني عن الرز العادي بيبقى حلو برضو ساعات. بتبقى عاملة سمك بقى مشوي ويبقى سخن كده حلو، في ساعتها بيبقى قمر قوي. بنات الفوا دي بسكر قوي، اللي هي المدورة دي جميلة جدا وحلوة، بتنشف حلوة وجميلة، يعني بتنجزك وخفيفة وبتنشف بسرعة ما شاء الله. فهي حلوة وشكلها حلو، ملونة بقى. وفي كمان انا جايبة الاناناس وكده. انا بقى بجهز الفاصوليا. انا هنا بسخن المية في الكتل عشان الرز بنجز بس، يعني فاهماني. هرجع بس كده بتاعت الزبدة دي كده تاني مكانها، وكل حاجة كده. بصي عودي نفسك كل حاجة والله بجد، ونصيحة رجعها في مكانها وعودي نفسك. مثلا يعني انا مثلا بستخدم الجوانتة وخلاص، اخده بالك. ما اوعي تمسكي حاجة مطرح سمنة مطرح الزيوت توسخي الدنيا. يعني تبقي مثلا هديكي مثال، يعني مثلا حطيتي ايدك على برطمان، اوعي تكون ايدك مش نظيفة، هتبص تلاقي البرطمان عمل لا اوعي ايدك نظيفة اول باول، اغسليها وتلاقي حاجتك كلها على طول بتلمع. تلاقي حاجتك بتلمع، تلاقيش حاجة منظر الزيوت والكلام ده مش هتلاقيه. حاجة كمان بالنسبة للتلاجة، انا حطيت فيها البايركس بتاع اللي هو البراد البايركس فيه اللبن، صح؟ فلو هستخدمه بنات بقول لكم بطلعه ياخد درجة حرارة الغرفة، ما يتحطش وهو ساقع كده على البوتاجاز على طول، لا يقعد شوية بره ويتحط بدرجة حرارة الغرفة. كذلك وهو سخن ما يتحطش في التلاجة على طول، يقعد يهدى خالص ويبرد ياخد راحته خالص، وبعد كده عايزه عينه في التلاجة بعينه. خلاص كده. لو تاخدي بالك مش شايفه الحامل ده اللي على حرف الزائد ده، الحرف الاكس ده اصلا كان بتاع حاجه، كان جاي لي بتاع حاجه، وانا هو اصلا مش واقف كده، ده هو العكس. كان اخي كان جاي لي في اسمها ايه يا ربي، مقلايه فخار، فاهماني. فهي خلاص مش عندي وكده، فالحامل ده ما رميتوش، فانا قمت عاملاها كده. يعني هو اصلا مش واقف كده، هو العكس، هو اخد المقلايه في يعني في حجره كده في حضنه، فانا عملتها كانها حامل. ليه بقى؟ اولا تاخدي بالك ان حله الاستانلس السخنه، فينفع انا عامله ستيكر، فلازم كده تاخدي بالك انك حاطه حاجه خشبيات لاي حاجه بقى
انا دي يعني بعد ما هستخدمها هشيلها بقى ما كده جنبي هنا، ببقى بقى مطلعه حله الرز معرفش ايه جنبي خلاص. عايزه اقول لكم ان كل ده هيتغسل، وعايزه اقول لكم التليفون عمل حركه. بصوا بقى الدرج ده تقريبا كان فيه شربات واقع فيه، فكل ده هيتشال ويتغسل يبقى فل فل الفل. انا النهارده الفيديو ببص لقيته 47 دقيقه 47 دقيقه يا بنات، فكتير كتير عليكم، فانا اكتفيت ان هو يبقى بس 21 دقيقه اهو. انا هقسمه النهارده وبكره. عايزه اقول لك بقى ان التليفون عمل حته حركه. طبعا انتم مستنيين المواعين، بس في مواعين تانية بعد بكره ان شاء الله، وبكره ما اعرفش هتنزل امتى. بص بقى كله بيلمع ازاي. ببص التليفون فصل مني بقى وانا بصور، قلت له يا ابن الذين طب اشجع الفراولات ازاي دلوقتي والله العظيم. غسلت كمان الكسترات بقى ازاي قمر، كل ده اتنضف، كل المنظمات كل الاجهزه الكهربائيه بتاعتي كله اتنضف واتلمع فل فل كده، بيلمع وبيبرق ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم بقى هينشف، وهنعمل مع بعض بكره بقى. هقول لك بكره ان شاء الله ازاي تنظموا وايه الحاجات اللي استخدمتها للاغطيه بتاعت الحلل، وازاي اخدتش معايا مكان. لا ان شاء الله باذنك يا رب اللي جاي. اللهم بارك اللهم بارك بجد. اوعى تكوني وصلتي للحظه دي بجد، ما تكونيش حطيتي لايك، اكيد انت عملتي تعليقات، وشيري بنات معاكم الفيديو لاصحابكم كتير كتير كتير. شايفين بقى كل ده هيرجع ان شاء الله، وهرجع كل التوابل كل حاجه لمكانها. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.